من ولاية تيرت تابع ردود الفعل قبل وبعد النزال في التقرير التالي، نتابع معا. لحظات من الترقب والانتظار سبق نزال الملاكمة إيمان خليف في أولمبياد باريس في تحد جديد لمنافسة ليست ككل المنافسات. هنا في بيت إيمان في قرية بيبان صباح بولاية تيرت تنتظر عائلتها بقلق شديد انطلاق النزال. فمعركة إيمان ليست من أجل الفوز أو الخسارة بقدر ما هي معركة الكرامة لرياضية واجهت عاصفة من الانتقادات والتنمر منذ بداية الألعاب الأولمبية. والدها الذي يعتبرها نجمة العائلة كما عبر ذلك يعيش في هذه اللحظات مشاعر متضاربة بين القلق والتوتر والفخر والاعتزاز. شكرا بيتنمروا عليها، بنت مسلمة. إيمان شرف لي وشرف كل الجزائريات والجزائريين، وشرفت المرأة الجزائرية والعربية والمسلمة والوطن تاعها. إيمان فخر، نطلب لها إن شاء الله النجاح. أما جدتها والتي يبدو أنها لا تدرك ما يدور في هذا العالم ضد حفيدتها لم تجد إلا الصلاة والدعاء لبطلة الجزائر. رسائل الدعم للملاكمة إيمان خليف لم يتوقف برهة هنا بمسقط رأسها ببيبان مصباح بولاية تيرت، وصداها بلغ مختلف مدن الجزائر التي تترقب نصرا منصفا لبطلة الجزائر يقودها للنهائي ولم لا التتويج بالميدالية الذهبية. ولأن الدعاء الصادق لا يرد، خصوصا في الظروف الصعبة التي مرت بها عائلة إيمان خليفة حتى جاءت اللحظة التي انتظرها الجميع، وهو انتصار إيمان وبلوغها النهائية، فعمت الفرحة في مسقط رأسها في مشهد تقشعر له الأبدان. تأهل تاريخي الملاكمة الجزائرية، تأهل تاريخي القفاز الجزائري، حتى أنه منازلة كانت يعني في متناول إيمان أدت منازلة يعني أقل ما يقال عنها أنها منازلة سهلة، منازلة قوية، منازلة من المستوى العالي. الفرحة هذه أنا متوقعها وكنت نقارع عليها هذه الفرحة. إيمان خليف فرحتينا، مازلنا الذهبية والنهائي، إن شاء الله تجيب لنا ميدالية ذهبية. ربي معك إيمان، تحية الجزائر وإن شاء الله ترفعنا الراية الوطنية في باريس. مبروك وربي يحفظها وربي يعطيها القوة أكثر من هاك، إن شاء الله تحقق المزيد من النجاحات، ونقولها ألف مبروك وشرفتي الجزائر. فالجميع يتطلع لعودتها بميدالية ذهبية تدخل الملاكمة النسوية في الجزائر التاريخ من أوسع أبوابه. حسين صالح، BE سبورتس، ولاية تيرت.